السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيديو جديد ووصفة جديدة. وقبل ما ندخل الفيديو نصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسمي الله ونقول يا بركة أسماء الله وندخل على مطبخنا بسم الله. قلت بقى النهاردة أشارك معاكم غدانا حاجة بسيطة كده، يعني صينية فراخ مع رز أبيض مع بطاطس بالصوص الأحمر أو بالتسبيكة. نسمي الله. اول حاجه هنحط شويه زيت كده صغيرين في صينيه، وبعدين فصين حبهان، وده طبعا هلوح فيهم الفراخ او اخد الفراخ كده تشويحه في الزيت. طبعا حلوه قوي الصدمه اللي انا باخدها للفراخ دي يا جماعه، بتودي طبعا طعم الفراخ في حته تانية خالص. ومعايا طبعا تتبيله الفراخ اللي هي عباره عن بصلايه وطماطمايه وجزرايه وفص واحد من الثوم وقرن فلفل، بضربهم في الخلاط مع قليل من الماء يدوبك بس يمشي الخلاط كده. وبعد كده بحط عليهم بهارات فراخ مشويه ومعلقه من صوص الباربيكيو، وطبعا الملح حسب رغبتك او حسب انت تحبي. في ناس تحبها حادقة، في ناس مظبوطة، في ناس عادبة، ولكن انا بحبها تكون مظبوطة. طبعا حطيت نص جزرايه مبشورة كده وانا باخد الفراخ صدمة، وهنا خلاص كده هسيبها على النار تاخد وتدي بشكل ودي. طبعا هنا قطعت البطاطس وبغسلها، هحط شوية زيت برضو على النار وفيهم فص توم متقطع قطعا صغير زي ما انتوا شايفين، يعتبر المفروم مش متقطع. هلوح التوم تلوحتين يدوبك اشم ريحته كده ويصفر صفار خفيف كده، وبعدين احط فيه هحط فيه البطاطس تاخد اشوحها كده مع التوم تاخد طعم التوم وريحته تبقى تحفه. وان شاء الله كده بقى هنزل على بعصير الطماطم، سهله ومش مستاهله. صلوت بينا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. بعد كده احط معلقه بقى، بعد ما نزلت بعصير الطماطم احط معلقه من السكر، يعني نص معلقه من السكر كده، وطبعا الملح حسب الرغبه. طبعا انا بحب الملح يكون مظبوط، لا هو قليل ولا هو كتير في الاكل. واحط بهارات مشكله او اللي هي 7 بهارات، وهسيبها برضو على النار تاخد وتدي بشكل ودي. واغطيها وكده خلاص. انا معايا الرز خلاص كده، انا غسلت الرز وحطيته على العين التانية. هنا بقى هبدأ ان انا اقلب الفراخ تاني على الوش التاني. شايفين طبعا بهارات الفراخ هي اللي تحس ان هي عطيلها اللون الاصفر، لان هي بهارات الفراخ المشويه. عاملاها على البوتاجاز بتحطي بهارات فراخ مشويه، بيبقى طعمها حلو. جربوها يا بنات مش هتندموا. فضلا وليس امرا، لايك وشير. هنا خلاص اهي، شايفين بعد ما خلاص بتستوي خالص بقوم مدخلاها في الفرن تحت الشوايه، بس بسويها على البوتاجاز يعني سوا كامل. ايه رايكم في الفيديو؟ اللهم بارك لنا في رجب وبارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودون. قولوا امين يا قوم، اللهم امين يا رب العالمين. خلاص هنا الرز بقى هعمل فيها غسيل، طبعا مش محتاجه اقولها. بحب جدا اغسل الرز بطوله تحت الحنفيه، ولو في حاجه بنقيها كده بايدي برضو، مع انه بيبقى مسفوح وكل حاجه ومتنقي قبل ما يتحط قبل ما اغسله، بس يعني يعني لو في حاجه فايته من عينينا او حاجه مش شايفينها، فبتبقى الميه بتظهرها اكتر. وبغسله كتير. في ناس مش بتحب تغسل الرز كتير، بتقولك لان مادة النشا اللي فيه بتروح مع كتر الغسيل، لكن للامانه انا بحب اغسله بهريه غسيل يا بنات. مش عارفه ليه. احط الرز ملح بقى وهنحرفه على النار، وبعد ما يتردد هنقدح له كده، يعني مش مشكله يعني. فمش حابه اطول عليكم في الفيديو، انتوا بتطالبوا دايما ان انا انزل فيديوهات، وانا بطالبكم دايما ان انتوا تشوفوا الفيديوهات وتشجعوني عشان انزل فيديوهات، لان بصراحه المشاهدات يعني نسبة المشاهدات قليلة فبتجيب لنا احباط، يعني خلينا مش عايزين ننزل فيديوهات. انا عارفه والله ان انتوا مش بتاثروا معايا، بشكركم على تفاعلكم معايا. وكفايه ان انا بتعبكم معايا في اللايفات. شكرا لكل الناس اللي بتبقى موجوده معايا في اللايفات، اهلي وناسي ما تحرمش منكم ابدا. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خلاص بقى دي الفراخ بعد ما طلعت من الفرن. يلا اترككم في امان الله. السلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته. باي.